التوقف الاجباري اللي حصل ده هل هو في صالح نادي الزمالك ام حضرتك شايف ان الانتصارات كان لازم تلعبوا كمان وتكملوا ولا ايه؟ الحمد لله، يعني الفرقه كانت ماشيه بمستوى الحمد لله كويس في اخر الثلاث مباريات. توقف طبعا اجباري بالنسبه لنا وبالنسبه للكره المصريه واحنا بنحترمه جدا جدا. استغليناه بقى في فتره دعمنا برضو الجزء التدريبي بالنسبه لبعض الافراد اللي محتاجه الفيزيكال فيتنس يعني عندنا شويه. النهارده خدنا راحه وان شاء الله هنبدا من بكره استعدادا للمباراه ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. ان شاء الله. كابتن اسماعيل، طمنا على موضوع سادومبا ومفاوضات سادومبا، وفي بعض الكلام يعني كلام ان يعني نادي الزمالك مهتم بشكل كبير، كابتن حسن شحاته وكابتن اسماعيل يوسف بسادومبا، وان هم مصرين ان هو يجي هذا الموسم، الكلام ده، وان في ناس راحت اسماعيليه بتتعاقد معاه. النهارده انا سمعت ان كابتن حماده وكابتن ابراهيم راحوا اسماعيليه بيخلصوا. الكلام ده غير صحيح تماما. هم اللعيبه اللي فعلا كان في دائره اهتماماتنا، لكن يا كابتن حازم انت عارف حضرتك احنا عندنا ثلاثه بعد وجود اليكسيس بقى الثالث في القائمه، فصعب جدا ان نجيب رابع. يعني هو لعيب مميز كان في اهتماماتنا، لكن الكلام ده ما حصلش. ما حدش راح اسماعيليه ما فيش تفاوض يعني تم رسمي من نادي الزمالك للولد، مع اعترافنا ان هو لعيب مميز جدا، لكن التوقيت غير مناسب دلوقتي ان يبقى يخش حد علينا يعني مثلا هل ده يعني نشوف مثلا حاجه جديده في نادي الزمالك بتتعمل، مثلا ان ممكن يبقى تعاقد لبدايه الموسم القادم، ولا الكلام ده بعيد جدا يا كابتن اسماعيل؟ لا بعيد يا كابتن حازم حقيقه يعني لسه شويه، لان طبعا احنا الفتره دي مهتمين جدا ومركزين مع الفرقه والتدعيمات اللي حصلت في الفتره الاخيره الحمد لله. النتائج ان شاء الله تظهر في المباريات اللي جايه، لان بالنسبه لنا المباريات اللي جايه في منتهى القوه والحساسيه، فاحنا مركزين فيها. لكن بعض ما يقال بقى على صحف الانترنت وهنا وهنا لا، يعني كويس ان حضرتك كلمتني، لان اساس الموضوع اللي انا بقوله لحضرتك بالظبط يعني. طب كابتن، بمناسبه المواقع ذكر برضه امبارح والنهارده ان صلاح امين لاعب نادي طلائع الجيش في اهتمامات نادي الزمالك، وان حضرتك اجريت معاه اتصالات، وان حضرتك بتتكلم معاه بشكل جدي، الكلام ده برضه اخباره ايه يا كابتن؟ الكابتن انا اتكلمت معاه بشكل ودي من فتره، انما حاليا احنا لا يعني مركزين جدا في المجموعه اللي موجوده بعد دخول عمرو زكي، وان شاء الله ميدو اتكلمت معاه امبارح في حدود 10 ايام ان شاء الله هيكون موجود في كامل لياقته البدنيه مع الفريق. واعتقد ان يبقى عندنا 4 فراوده مميزين في الفتره دي، مع وجود اكتر من لاعب بيقدر يلعب دور صانع الالعاب او دور الفيرو زي محمد ابراهيم وزي شيكابالا، فيبقى العدد مناسب جدا للفتره اللي جايه. كابتن اسماعيل، معلش اخر سؤال انا طولت حضرتك. لا بالطبع. حقيقه مؤتمر صحفي عمرو زكي، الكلام ده فعلا يعني عمرو زكي هيعمل مؤتمر صحفي، هيعقد مؤتمر صحفي للاعتذار لجماهير نادي الزمالك، ولا الكلام ده يعني كلام مجرد انه كلام بس عشان هو حقيقي يعني هو طلب من كابتن حسن وطلب مني شخصيا ان هو يعمل مؤتمر، لان هو حاسس بمدى الحب اللي بيحبه جمهور نادي الزمالك ليه، وبدليل ان هو لعيب بالنسبه لهم كان كبير ومؤثر، فطبعا على قد زعلهم منه عند الجمهور حق 100%. فيمكن هو في الفتره اللي فاتت التزم في التدريب بقى له 11 يوم، والتدريب الجماعي بقى له 3 ايام، وماشي بصوره مميزه جدا. لكن طبعا اشتراطنا احنا ان برضه يبقى يكتسب حب الجماهير وثقه الجماهير فيه، وهو يعني انت واثق في عمرو يا كابتن اسماعيل؟ يعني واثق ان عمرو المره دي هيبقى هيكمل الموسم ولا ممكن يقع تاني؟ اعتقد ان هو هيكمل الموسم على اكمل ما يكون يا كابتن حازم. ليه؟ لان جمهور نادي الزمالك هو اللي هيخلي عمرو كويس لنهايه الموسم. صح. يعني اعتقد ان الجمهور بتاعنا هو درع كبير وسيف كبير، ودي اخر فرصه متهيألي مع الجمهور مع عمرو. لا ما انا بقول لحضرتك هو درع كبير وسيف كبير لينا جمهور نادي الزمالك. صح. اللي هيبقى على رقبه اي لعيب يقدر يطلع يمين او شمال، واعتقد ان عمرو هيحاول يرضي الجمهور ويرضي الاداره والجهاز الفني الفتره اللي جايه، وكل مباراه بالنسبه له هتبقى يعني تحدي كبير جدا جدا، وده يبقى مكسب لينا لو هو ادى بنفس المستوى اللي نهى بيه. ان شاء الله. كابتن ايمن طاهر بكره معاكم ولا في لسه حاجات جديده؟ ان شاء الله هيبقى موجود بكره في التدريب ان شاء الله الساعه 2 الظهر باذن الله.
كابتن اسماعيل يوسف بنشكرك شكرا جزيلا، وكل الناس حاسه ولامسه مجهودات حضرتك